اول مره شيكابالا يعمل حاجه وانا كمشجع اهلاوي ما اعترضش عليه ولا اعترض على اللي عمله في الملعب. عارفين ليه؟ علشان عنده حق فعلا. اولا ان توقيت القضيه الثانيه غير توقيت القضيه الاولى، وثانيا ان واحده بتوقيت القاهره والثانيه بتوقيت السعوديه. ثالثا والاهم ان قضيه قفشه الاولى مش قادرين لحد دلوقتي ينسوها، فما بالك بقى امام ابنهم يجي يديهم قضيه كمان، وهو كاسطوره نادي الزمالك مش عارف حتى يجيب له قله مش كاس. فشيء طبيعي ان هو يظهر بالغل ده كل مره يخسر فيها من الاهلي. شيء اتعودنا عليه، الجماهير كلها متسامحه، مفيش مشاكل في الماتش والدنيا ماشيه زي الفل وزبادي في الخلاط، وده يسيب الناس كلها والاجواء اللي ماشيه كلها ويقوم رايح مشاور. اديك خدت نايبك من الجمهور زي كل مره، زي ما تقول هو مرهم كينا كومب انت واخد عليه في ماتشات الاهلي والزمالك. لازم تاخد الطريحه وتاخد الجرعه، وجمهور الاهلي يكيفك وتسمع شويه كده شتيمه لحد ما تلاقي الغزاله ارتاحت، تاخد بعضك وتمشي تعيط بره. عيب. احترم نفسك واحترم سنك واحترم ان انت بتلعب لنادي كبير. جماهير الزمالك شتمت لعيبه من الاهلي كتير، لكن مفيش واحد يقدر يرد على جماهير الزمالك عشان عارف ان في عقوبه جايه عليه اما يخلص الماتش. نرجو بقى من حسين لبيب لو عنده الشجاعه الادبيه ان هو يغرمك علشان ما تعملش كده تاني، خصوصا بعد الصلح اللي تم بين الاهلي والزمالك، وان اداره الاهلي قعدت مع اداره الزمالك والصور الحلوه اللي شفناها امبارح في السعوديه بعد ما العلاقات اتظبطت والدنيا بقت زبادي في الخلاط. بس على ما اعتقد محدش هيقدر يجي جنبهم علشان ده بتاع لقطه واخد جمهور الزمالك في جيبه. ليه وعشان ايه انا مش عارف. هو بطل واسطوره في ايه انا لحد دلوقتي ما اعرفش. كل اللي عايز اوصله من الاخر، لو اداره الزمالك رجاله فعلا وحسين لبيب ده راجل فعلا قوي، لازم شيكابالا يتعاقب علشان الصغير قبل الكبير يحترم نفسه. وهارد لك لجماهير الزمالك، واحنا مفيش مشاكل بيننا وبينكم واحنا زي الفل. لا يتطاول هياخد جزاته، لا يمشي زي الفل وعدل احنا تمام معاه. وفي الاول والاخر دي لعبه جماعيه بتمتعنا، مش داخلين نتخانق فيها. يكفي انك كسفتنا يا اخي قدام الناس الغرب. يعني في بلدنا ماشي، انما احنا ضيوف هناك تروح تعمل لنا البلبله دي؟ مش لاقيين كلام نقوله لك غير ان انت اسطوره مزيفه. اهلاوي انا والفخر ليا، وهفضل ادافع عن النادي الاهلي لاخر نفس فيا. ايه ده يا اخوك الاهلاوي يا رجوله. السلام عليكم.